السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. لو اول مرة تشوفوني ما تنسيش تشتركوا في القناة وتحطوا لايك للفيديو. فيديو النهاردة ان شاء الله هنعمل فيه المخروطة او القدسية حسب ما بتسميها عندكم. هنعملها بطريقة سهلة وبسيطة وجميلة جدا ما شاء الله. طعمها وريحتها وشكلها في حتة تانية خالص. طريقة التسوية طريقة مظبوطة جدا زي ما انتم شايفين، هتطلع جميلة مش معجنة خالص. وهنعملها بطريقة بسيطة جدا، وهنعملها من كيلو ونص دقيق. هنعمل كمية كبيرة زي ما حضراتكم هتشوفوا، تنفع للفطار او الغدا. قبل ما نبدأ فيديو النهاردة هنصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. نبدأ بسم الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. اول حاجة عندي 2 كيلو من الدقيق، اي نوع دقيق موجود عندكم. انا هستخدم كيلو ونص في العجن، والنص التاني انا هفرد بيه. تمام. ضفت عليه معلقة صغيرة من الملح الابيض العادي اللي هو الناعم. وبعدين هنزل بالمية، مية عادية خالص من الحنفية زي ما انتم شايفين. احنا اتكلمنا قبل كده ان المية بنضيفها بالتدريج لحد ما نوصل لقوام العجينة اللي احنا عايزينها، لان كل دي بيختلف عن التاني. بالنسبة للعجينة اللي احنا هنعجنها النهاردة، انا عايزة العجينة تكون السمك بتاعها تقيل زي ما حضراتكم هتشوفوا دلوقتي. يعني العجينة تكون تقيلة وتكون تخينة بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. تمام. هي العجينة دي متاخدش مية كتير جدا، لان الدقيق ده دقيق بلدي اللي هو الدقيق الصعيدي العادي جدا. ده القوام بتاع العجينة، تقيلة جدا مش بتلزق خالص، سمكها حلو جدا زي ما انتم شايفين. انا هغطيها دلوقتي وهسيبها ترتاح لمدة 5 دقايق. تمام. كل ما العجين بيرتاح كل ما بيتفرد معانا بكل سهولة. زي ما انتم شايفين انا سبتها ترتاح لمدة 5 دقايق. هنبدأ نقطعها مع بعض دلوقتي. بالنسبة للتقطيع انا عايزة التقطيع يكون صغير زي ما حضراتكم هتشوفوا، لان انا كل حاجة هعملها على المكنة النهاردة. تمام. يعني التقطيع يكون صغير علشان لما نيجي نفرد العجينة تتفرد بكل سهولة في المكنة زي ما حضراتكم هتشوفوا. لو مش متوفرة عندكم المكنة عادي جدا جدا هنقطع العجينة سمكها يكون كبير جدا، وهنفردها زي الفطيرة، وهنقطعها شرايح صغيرة زي القدسية او المخروطة حسب ما بتسميها عندكم. تمام. ده حجم التقطيع اللي انا عايزاه زي ما انتم شايفين. طبعا الحجم ده مظبوط جدا جدا في سمك الفطيرة لما هنفردها في المكنة زي ما حضراتكم هتشوفوا. تمام. اهم حاجة ان احنا يكون عندنا كمية دقيق تكون كتيرة، علشان احنا هنستخدم كمية دقيق في الفرد زي ما حضراتكم هتشوفوا دلوقتي. اتمنى لو وصلت لحد كده في الفيديو ما تنسيش تشتركوا في القناة وتحطوا لايك للفيديو. انا هقطع العجينة كلها بنفس الطريقة زي ما حضراتكم شفتوا. التقطيع هتكون متساوية بالطريقة اللي حضراتكم شفتوها. مكنة المخروطة معانا، وهنتكلم على شوية ملاحظات في الفيديو مهمة جدا اللي ما عندوش المكنة دي. تمام. اول حاجة قطعت العجينة كلها بنفس الحجم اللي حضراتكم شفتوه. تمام. وده شكل المكنة معانا. المكنة ديت انا هعمل فيها كل حاجة، هفرد فيها وهعمل المخروط كله هعمله في المكنة زي ما حضراتكم هتشوفوا. تمام. اول حاجة هاخد قطعة من العجينة اللي انا قطعتها في الاول، وبعدين هفردها فردة بسيطة بايدي، وبعدين هحطها في المكنة هتطلع معايا مفرودة زي ما حضراتكم شايفين. الفردة بتاعتنا فردة مظبوطة، السمك بتاعها مطلوب جدا، هو ده المطلوب اللي انا عايزاه. تمام. اهم حاجة ان احنا نبطن العجينة بعد ما نفردها بشوية من الدقيق، لان انا هفرد نص الكمية اللي حضراتكم شايفينها ديت هتبقى كلها فوق بعضيها، فعشان كده ما تلزقش معانا. تمام. انا هنا خدت قطعة تانية من العجينة وفردتها فردة بسيطة، وبعدين حطيتها في المكنة واتفردت معايا بكل سهولة. تمام. انا هنا هعمل معاكم واحدة تالتة كمان، وهوريكم ان انا هفردها على مرتين للي ما يعرفش ان المكنة فيها كذا مستوى لفرد العجينة. تمام. انا هنا عملت 2، هعمل معاكم واحدة تالتة وهفردها معاكم مرتين في المكنة، علشان اللي ما يعرفش ان المكنة فيها كذا فرد للعجينة وفيها كذا مستوى لحجم العجينة زي ما حضراتكم هتشوفوا. تمام. ده المستوى الاول اللي فرد لي العجينة بنفس الشكل وبنفس الحجم اللي حضراتكم شايفينه ده. تمام. اول حاجة هبطنه من الدقيق، وبعدين هرجع هفردها مرة تانية، وهتشوفوا السمك بتاع العجينة قد ايه اتفرد معايا بكل سهولة، وقد ايه اتفرد معايا تاني، وقد ايه الحجم بتاعه كبر زي ما حضراتكم شايفين. تمام. ده اكيد في ناس ما تعرفش ان العجينة بتاع ان المكنة بتاعتها فيها كذا مستوى. تمام. عشان كده انا فردتها مرتين معاكم، علشان لو الفطيرة طلعت معاكم مستواها رقيق ترجعوا تفردوها تاني، او هتغيروا المستوى بتاع المكنة زي ما حضراتكم هتشوفوا دلوقتي. انا هنا هعملها المستوى الرابع علشان اغير الفطيرة، وهوريكم برضو حجم الفطيرة هيبقى شكله ازاي. تمام. اول حاجة بقى حطيت قطعة من العجينة
فردتها الاول زي ما انتم شايفين، وده حجم العجينه بعد ما فردته ما شاء الله اللهم بارك. شايفين اتفردت معايا بالسمك اللي انا عملته في الاول، اللي انا عملته في المكنه مرتين. تمام. انا هنا برضه هغير المستوى للمستوى الخامس عشان تشوفوا الفرق بين المستوى الاول والمستوى الرابع والمستوى الخامس. تمام. انا هنا فردته برضه فردة بسيطة خالص، وبعدين حطيته في المكنة، وبعدين غيرت المستوى لحد المستوى الخامس، وده شكله ما شاء الله. انا هفرد نص الكمية بنفس الطريقة زي ما حضراتكم شفتوا. انا فردت نص كمية العجين زي ما حضراتكم شفتوا، لان انا هسويها على مرتين، فما ينفعش ان احنا نفرد الكمية كلها، لازم نفرد نصها بنصها لحد ما اخلص الكمية كلها، وهكذا بنفس الطريقة. تمام. انا غيرت اليد من المكان اللي انا كنت بفرد فيه، حطيت في المكان اللي هعمل به المخروطة بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. اول حاجة جبت فطيرة وبعدين حطيتها في المكنة، ونزلت معايا بكل سهولة، طلعت جميلة جدا، مفلفله ومش معجنه خالص، علشان احنا كترنا دقيق زي ما انا قلت لكم في الاول. عايزين المخروطه تطلع معاكم جميله ومظبوطه ومش معجنه خالص، نكتر دقيق على قد ما نقدر. وعلى فكره كتر الدقيق مش بيبوظ العجينه خالص ولا بيغير طعمها. تمام. انا هنا بفرد في القطعه التانية. اهم حاجه يكون عندي مصفايه سيليستين او ألمونيا او بلاستيك تكون بتصفي الدقيق معانا زي ما حضراتكم شايفين. شايفين طريقتنا النهارده طريقه سهله جدا وبسيطه ومش مكلفة خالص، وبكيلو ونص دقيق هنعمل كمية حلوة من المخروطة زي ما حضراتكم هتشوفوا. تمام. في الخطوة دي لو حسيتوا ان الفطيرة محتاجة دقيق هنرش عادي جدا. تمام. اهم حاجة يكون عندنا كمية دقيق محترمة علشان نفرد بيها زي ما حضراتكم شايفين. تمام. في الخطوة دي هنتكلم في ملحوظة مهمة جدا جدا. اللي ما عندوش مكنة هيعمل ايه؟ اللي ما عندوش مكنة عادي جدا، على فكرة اللي عنده مكنة زي اللي ما عندوش، الاتنين زي بعض. طيب يا ستي اللي ما عندوش مكنة هنعمل المخروطة دي ازاي؟ انا هقول لكم ازاي. هنقطع العجينة بحجم كبير شوية. تمام. وهنفردها زي ما بنفرد الفطير او الرقاق بتاعنا بالظبط. اللي ما يعرفش طريقة الفرد الرقاق او الفطير هتلاقوها في القناة. تمام. هنفردها عادي جدا وهنلفها رويال، وبعدين هنقطعها بسكينة مشرشرة وهتديك نفس الشكل ونفس السمك بالظبط، او هنقطعها بالمقص برضو والله هتديك نفس السمك ونفس الشكل بالظبط. لو عايزين الطريقة كاملة اكتبولي في التعليقات، وانا ان شاء الله والله هعملها لكم في اقرب وقت. تمام. اتمنى لو وصلت لحد كده في الفيديو ما تنسيش تشتركوا في القناة وتحطوا لايك للفيديو. شايفين المكنة؟ والله العظيم المكنة جميلة جدا ورخيصة خالص. انا جايباها والله بقالي فترة بستخدمها في كذا استخدام زي ما حضراتكم شايفين. انا هنا باخد في اخر قطعة من العجينة وبرش عليها شوية من الدقيق وهفردها زي ما انتم شايفين. انا هنا خلصت نص الكمية بس. تمام. انا هنا الكمية بتاعتي هسويها على مرتين زي ما حضراتكم هتشوفوا دلوقتي. تمام. انا عند المصاية بتاعتي هشيل فيها كل كمية المخروطة وهنفضها من الدقيق زي ما انتم شايفين. شايفين المخروطة بتاعتنا مش معجنة خالص، مفلفلة، السمك بتاعها جميل جدا ورقيق خالص زي ما حضراتكم شايفين. هننفضها كويس من الدقيق زي ما انتم شايفين. على فكرة كل ما بننفضها مش هتعجن معانا خالص لان هي خدت كفايتها من الدقيق. يلا مع بعض نسويها. ركزوا معايا في طريقة تسوية المخروطة. انا عندي الحلتين بتوع المخروطة عادي جدا. لو مش متوفرة عندكم هنجيب حلة عادية خالص، وهنجيب المصفاية اذا كانت ألمونيا او سلستين. تمام. وبعدين هجيب قماشة تكون قطن، او اللي هي الكسوة بتاعت المخدة الكبير. انا فتحتها وغسلتها غسلة كويسة وسبتها لحد ما نشفت تماما، وبعدين حطيتها في الحلة، وبعدين نزلت بكمية المخروطة اللي عملتها معاكم. واهم حاجة في الخطوة دي ان احنا نغطيها كويس جدا جدا وهنسيبها لحد ما تستوي. تمام. هنا استوت معانا. بعدين هضيف الكمية التانية. انا بضيف الكمية بالتدريج لحد ما اسوي كل الكمية بنفس الطريقة. تمام. بس اهم حاجة اول كمية بنضيفها بنسيبها لحد ما تستوي، تاني برضو كمية بنسيبها لحد ما تستوي، وهكذا لحد ما اخلص كل الكمية. تمام. او لحد ما الحلة بتشيل معاكم. انا هنا ضفت الكمية التانية وبعدين هغطيها وهسيبها لحد ما تستوي. تمام. انا هنا الكمية اللي حضراتكم شفتوها دي اتعملت معايا مرتين. عندي صينية كبيرة اللي هي صينية الأكل، هضيف عليها دلوقتي المخروطة بتاعتنا. شايفين المخروطة عاملة ازاي؟ جميلة جدا سخن. انا لسه طافية النار عليها دلوقتي، مفلفلة مش معجنة خالص. طريقة السوا بتاعتها طريقة سهلة جدا وبسيطة زي ما حضراتكم شفتوا، وما خدتش وقت على النار. شايفين شكلها وجمالها ما شاء الله، ومفلفلة جدا. لو في اي قطعة ماسكة في بعضها هتتفلفل معاكم بكل سهولة زي ما انتم شايفين.
اللهم بارك جميلة جدا. ومن كيلو ونص دقيق عملنا الكمية اللي حضراتكم شايفينها ديت. بالنسبة لطريقة التخزين، لو انتوا مش يعني هتاكلوا الكمية دي كلها دلوقتي، يبقى هنسيبها لحد ما تبرد تماما، وبعدين هعبيها في اكياس وهحطها في الفريزر. وقت ما استخدمها هطلعها قبلها بساعة وهتاكلوها وأكنها لسه طازة بالظبط زي ما انتوا شايفين. انا طبعا لسه ما فطرناش، ده الفطار بتاعنا. فهاخد على قد الكمية اللي انا محتاجاها، وبعدين هضيف لها شوية سمنة بلدي. بجد هتفرق جدا في الطعم لما نضيف لها سمنة بلدي. بس ركزوا معايا، مش هتنفع في الزيت ولا هتنفع بأي سمنة موجودة عندكم. اهم حاجة يا اما زبدة يا اما سمنة بلدي زي ما انتم شايفين. هغلف المخروطة بتاعتنا كويس جدا بالسمنة زي ما انتم شايفين. جميلة جدا ما شاء الله، وريحتها في حتة تانية خالص، وطعمها جميل جدا زي ما انتم شايفين. انا غلفتها بالسمنه البلدي كويس جدا جدا زي ما انتوا شفتوا. بعدين هنزل بالعسل الاسود. في الوقت ده اي عسل انتوا عايزين تضيفوه، عسل اسود تمام، عسل ابيض تمام، عايزين تضيفوا لبن سكر حسب ما انتوا عايزين. احنا هنا بنحبها بالعسل الاسود، بجد طعمها خطير جدا، جربوها وهتعجبكم. وده شكلها جميل جدا ما شاء الله، وطعمها تحفه والله العظيم. من احلى الافطار اللي تعملوه. احنا بنحب نفطر بيها جدا الصبح، وساعات والله بنتغدى بيها زي ما انتوا شايفين. طريقتها بسيطة جدا وسهلة وما كلفتناش حاجة خالص. ومن كيلو ونص دقيقة عملنا الكمية اللي حضراتكم شايفينها ديت. وبكده فيديو النهاردة يكون خلص معانا. لو عجبكم فيديو النهاردة ما تنسيش تشتركوا في القناة وتحطوا لايك للفيديو. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.